قصف إسرائيل ب39 صاروخاً وتحدى الجميع أن يكملوها لل40 ولن يكملها أحد. المهيب الدكتاتور صدام حسين بطل مقاوم أم مجرم سفاح؟ لم ينجو أحد من قصفه العشوائي للبلدات المعارضة والتصفيات الميدانية وقطع الرؤوس. أما مشاهد التعذيب داخل ثقوب مقاره الأمنية فيصعب محوها من الذاكرة. صرخات متناقضة انتهت بها هذه الزعامة. لم تكن وفاته أيضا أقل تناقضا. البدايات الصاخبة. كانت فترة الستينيات هي الأكثر صخبا في حياة الضابط العراقي الصغير. فرار إلى مصر وعودة إلى سجون العراق، ثم صعود إلى نيابة رئاسة الجمهورية والإمساك بزمام الأمن الداخلي بعد المشاركة في انقلاب ناجح عام 1968، وصولا لمنصب الرئاسة عام 1979. افتتح صدام عهده بمجزرة بحق 17 من زملائه في قيادة البعث بدعوى المؤامرة، فيما عرف بمجزرة الرفاق في قاعة الخلد. اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. أحكم صدام قبضته على الداخل واستعد لإشعال النار في الخارج. حدود من نار. لم يكد يمر عام على تولي حسين السلطة حتى فتح النار على حدود إيران عام 1980. خشي البعث من راية تصدير الثورة الإيرانية لشيعة الداخل العراقي، فانطلقت قادسية صدام في مواجهة الدفاع المقدس الإيراني، والذريعة نزاع حدودي. أشعل صدام نارا لم تنطفئ إلا بعد 8 سنوات في إحدى أطول حروب القرن العشرين، وبدأت من هنا أسطورة بطولته بدعم خليجي وأمريكي. دعمه الخليج في حربه ضد إيران، مشاركا إياه خوفه من تصدير الثورة الإيرانية لهم، وتركته واشنطن يخوض الحرب ضد نظام الثورة الإسلامية نيابة عنها، ليظهر المصطلح الإعلامي أسد السنة بدعم مالي خليجي وسلاح ومعونات أمريكية. مع سنوات الحرب العجاف نشط نظام صدام مروجا بين العراقيين لمؤامرة خارجية تستهدفه، واستلزم ذلك مزيدا من القمع، فكان نظام المليون مخبر. بينما كان يبني صدام أسطورة دفاعية اكتسب بها شعبيته بين الجمهور العربي، كان نظامه يؤسس لجهاز قمعي داخلي مكون من سلسلة من الشبكات الأمنية شديدة التعقيد. فأسس جهاز الأمن الخاص ليكون عصاه الغليظة، وأسس جهاز الأمن العسكري لإحكام الرقابة على الجيش، وسمح لحزب البعث بتشكيل جهاز استخبارات خاص هو شعبة الاستخبارات العسكرية. ثم اهتزت ثقته بجهازه الذي أسسه لحمايته، ليكون مجموعة خاصة لحمايته عرفت باسم قوات الحماية. أصبح هناك 3 دوائر مختلفة مسؤولة عن حمايته، يعمل بها ما يزيد عن 1700 فرد، والنتيجة اعتقالات عشوائية بالجملة، تصفيات بحق آلاف المعارضين، إعدامات جماعية، جيش من المخبرين السريين. أسد السنة ينقلب على السنة. انتهى صدام من أطول حروبه بلا نتيجة واضحة، توابع متناقضة تماما كشخصية الرجل. لا أحد يعرف انتصار هذا أم هزيمة، نزيف اقتصادي واضطرابات داخلية، ومع عجزه عن تسديد ديون الحرب لحلفائه في الخليج والتي بلغت ما بين 30 و40 مليار دولار في ظل أسعار نفط متدنية، فتش عن مفر، وكانت الوجهة هذه المرة باتجاه الكويت. استدعى صدام حسين نزاعا حدوديا مع البلد الخليجي الصغير للتهرب من ديونه، واتهمه بالعبث عمدا في سوق النفط، ثم قام بغزو الكويت عسكريا عام 1990 معتمدا على تلميحات أمريكية بتركه ليفعل ما يشاء، إلا أنه فوجئ بقوات عاصفة الصحراء التي كونتها واشنطن بمساعدة جيوش عربية تهدده لإنهاء الاحتلال. وهنا سحب لقب أسد السنة من الرجل باليد الخليجية الأمريكية نفسها التي أعطته إياه. استغل صدام احتشاد تلك القوات
وأطلق 39 صاروخا باتجاه إسرائيل. كانت صدمة حاول خلالها خلط الأوراق، واختلطت المشاعر الشعبية بين تأييد أول دولة عربية منذ حرب أكتوبر عام 1973 تطلق صاروخا تجاه إسرائيل، وبين مناهضة الجيش العراقي المحتل لدولة عربية أخرى، وبين السياسات العدائية تجاه الجيران، وبين طلبه حدودا واضحة لسوريا ولبنان من أجل تحرير فلسطين. كان صدام محترفا تماما في اللعب على هذه الأوتار المتناقضة برشاقة، حتى انقطعت تلك الأوتار فجأة. لم تنجر تل أبيب بطلب أمريكي للرد عليه كما تمنى، وفجأة انفجر الداخل رغم الشبكة الأمنية المعقدة ليستخدم أسلحته الكيميائية ضد انتفاضة اندلعت ضده عرفت بالانتفاضة الشعبانية مارس آذار عام 1991. فوجئ نظام الرجل بانتفاضة طالت 14 محافظة عراقية من أصل 18، وكان تعامله مع الأحداث وحشيا بقدر المفاجأة. أمر الجيش باستخدام كل ما في جعبته لإيقاف زحف المتظاهرين، بما في ذلك الغازات السامة القاتلة، واستخدم طائرات مروحية استلمها لتوه من واشنطن لنقل الجرحى من الكويت لقصف المتظاهرين، حتى استعاد السيطرة الكاملة وخلف وراءه عشرات المقابر الجماعية. استعادة التعاطف وسط ضجيج غزو الكويت والاضطراب الداخلي، خاض صدام حسين صراعا مع الحليف السابق أمريكا بعد فرضها حصارا اقتصاديا خانقا على نظامه حتى بعد إنهائه غزو الكويت. وتناسى الشارع العربي مؤقتا سجله متعاطفا مع العراقيين. أمام ذلك الحصار الخانق بدأت القوى العالمية تتحدث عن وجود مزعوم لأسلحة دمار شامل عراقية لتشدد من حصارها العراق. وأبدى صدام وجها آخر مقاوما طوال التسعينيات أمام بعثات التفتيش الدولية. وأصرت واشنطن في المقابل على إسقاط نظام أسمته راعي الإرهاب، رغم أن صدام حسين لم يكن يمتلك بالفعل أسلحة نووية. لم يكن أمام الشارع العربي سوى الوقوف مع بغداد. تهيأت الظروف رويدا للانقضاض على صدام. وقعت أحداث 11 من سبتمبر عام 2001، ودخل نظامه نادي محور الشر الذي ستواجهه أمريكا. خاضت الولايات المتحدة تجربة إسقاط نظام طالبان في 7 من أكتوبر عام 2001، وبعد عامين جاء الدور على نظام صدام، وغزت الولايات المتحدة العراق في 20 من مارس 2003. سقطت العاصمة بغداد في 5 من إبريل نيسان، ولم يصمد جيش صدام، لتصبح العراق رسميا تحت الاحتلال الأمريكي. فر صدام ولم يعرف له أثر، حتى عثرت عليه القوات الأمريكية في 13 من ديسمبر عام 2003، وبدأت محاكمة طويلة للزعيم الذي كان متيقنا أن الحكم سيكون بالإعدام عاجلا أو آجلا، رافعا القرآن في كل مرة يظهر فيها أمام المحكمة. أعدم صدام صبيحة عيد الأضحى في 30 من ديسمبر كانون الأول عام 2006. مات المهيب إذن، لكن ترانيم ما يقال إنها بطولات أسد السنة وبطل الإجرام ما تزال باقية، تتكرر حتى يومنا هذا، ويبقى السؤال حائرا بلا إجابة: هل صدام حسين بطل مقاوم أم مجرم سفاح؟